أهلا بكم مشاهدينا الكرام. حالة من الهلع والاستنفار شهدتها مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة بعد انتشار مقطع فيديو صادم يوثق لحظات مرعبة عاشها ركاب حافلة للنقل الحضري. الواقعة التي حبست الأنفاس تعيد إلى الواجهة ملف السلامة في وسائل النقل العام وظاهرة الترامدين أو الاعتداءات تحت تأثير المؤثرات العقلية. في التفاصيل يظهر الفيديو شابا في حالة غير طبيعية يرجح أنها تحت تأثير مادة مخدرة وهو يعترض طريق حافلة طوبيس وسط حي سكني مكتظ بالدار البيضاء. الشاب الذي كان يحمل سلاحا أبيض من الحجم الكبير قام بتهديد السائق والركاب بكلمات نابية وصراخ هستيري، مما تسبب في موجة ذعر عارمة بين الركاب خاصة النساء والأطفال الذين تعالت صرخاتهم طلبا للنجدة كما تسمعون في الخلفية. هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث تكررت مؤخرا اعتداءات تستهدف أسطول النقل الحضري بالمدينة، وبمجرد انتشار الشريط باشرت المصالح الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء تحرياتها الميدانية والتقنية لتحديد هوية المشتبه فيه. وتؤكد مصادرنا أن مثل هذه العملية الأمنية تهدف إلى فرض النظام العام وتوقيف كل من تسول له نفسه ترويع المواطنين، حيث يتم غالبا توقيف هؤلاء الأشخاص في وقت قياسي وتقديمهم للعدالة بتهم تتعلق بحمل السلاح الأبيض، التهديد، وتعريض حياة الغير للخطر. ويفتح هذا الحادث النقاش مجددا حول ضرورة تعزيز الحراسة الأمنية داخل الحافلات وفي المحطات الرئيسية، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لمحاربة ترويج القرقوب الذي يظل المسبب الرئيسي لمثل هذه السلوكات الإجرامية العنيفة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.